تعالى كده نفتح النهارده على رسيفر الكومبو. الرسيفر الممتاز ده جالي فيه مشكله النهارده. ده يا جماعه تيونر بس ارضي وتيونر الرسيفر العادي. تحط فيه السلك الدش من فوق او سلك اريال وتشغل يشتغل معاك القناه الارضيه ممتاز جدا. جالي مشكله النهارده يا جماعه ان العدسه مكانها فيه مشكله، فانا ابتديت الحم دلوقتي واوريكم المشكله ازاي عشان خاطر مش كل شويه تقع في المشكله دي. بصوا يا جماعه اهو، ده كان مشكله العدسه لما تدوس عليها هنا كده بتجيب ارقامها. بصوا كل ما ندوس هنا قلع المكان اللي كان جوه مكان الرجول برضو بتاع كل مره قلع. فانا لحمتها دلوقتي بالاسدير اهوت وظبطتها، وحبيت اعمل معاكم برضو المشاركه دي عشان الناس كلها تشوف انك انت مش كل شويه تقعد تشد في دي شمال ويمين. اشتغل معانا الرسيفر اهو زي الفل، مفيش اي مشكله. دي كانت حاجه برضو خفيفه كده، مش عايزك تعمل كل شويه في دي تشدها شمال ويمين عشان دي بتبوظ، واكتر حاجه هترمي الجهاز. ده كان شرح خفيف كده على الرسيفر الجبار كومبو. ده حاجه كده عشان خاطركم، لازم برضو كنت اوعيكم منها عشان خاطر ما تقعش فيها. عجبك الفيديو؟ اسمعنا السلام عليكم.